لنقص التأهيل، يعني أشياء كثيرة موجودة، معوقات تعوق عملنا نحن كاتحاد بشكل عام وكلاعبين بشكل خاص. ولكن نحن عاقدين العزم أننا إن شاء الله نبدأ صفحة جديدة ونقدم مستوى إن شاء الله يليق بالكرة اليمنية في المسابقات القادمة. كانت ثقة قاسية، خاصة أنت تستضيف هذه البطولة وكنت مرشح أن تكون يعني لك تقدم شيء في هذه البطولة، ولكن الحمد لله حال الكرة هذه. بالنسبة لمشاركة المنتخب في خليج 20 صراحة يعني كانت مشاركة مخيبة للآمال، برغم أنه كان عندنا طموح كبير أن نقدم مشاركة كبيرة، ولكن هذا حال كرة القدم صراحة. يعني كنا نطمح نقدم أشياء إيجابية في هذه البطولة، خاصة أنها في أرضنا وبين جماهيرنا، ولكن ما كناش في الفورمة المطلوبة لتقديم المستوى اللي كنا نعرف به قبل خليج 20. الآن شيلت الرهبة، أصبح الكل. كنا من قبل ما في معنا لاعبين محترفين، الآن بننتظر انضمام اللاعبين المحترفين في الأندية. معنا مجموعة من اللاعبين اللي هو أحمد الصادق محترف في الميناء العراقي، علاء الصاصي في الميناء العراقي، أيمن الهاجري في البحرين في النجمة، الآن ثامر حنش في الخرطوم السوداني. بدأ الاحتراف اللاعبين، وهذا هو اللي بيدور الكرة اليمنية. إذا ما خرجوا اللاعبين يلعبوا في أندية محترفة، هذا هو اللي بيدور المنتخب الوطني. فرصة لنا ان احنا نستعد ونجهز مباريات قوية جوا المنافسة. مشكلتنا احنا المشكلة اللي بتواجهنا ان الدوري موقف، بنعوض بالمعسكرات التدريبية. رحنا معسكر تدريبي بمصر، بنحاول نرفع من اللياقة البدنية، مباريات ودية تنفعنا كثير. مع البطولة هذه بتزيد ترفع من اللياقة البدنية واللاعبين. منتخبنا عن منتخب خليج 20 في فرق كبير، لانه تغير المنتخب كامل. نشوف 90% 80% اكثر الوجوه شابه. عشان كذا يعني المنتخب يمر بمرحله تجديد، وان شاء الله بالفتره القادمه يكون اللاعبين منسجمين اكثر. وان شاء الله بطوله غرب اسيا هذه يعني تعد استعداد لخليج 21 اللي هو يعد الاهم بالنسبه لنا كلاعبين. مشاكلنا انه يتغير المدرب دائما يعني، والان عندنا مدرب جديد له الان اكثر من شهرين، طريقه لعبه جديده جدا يعني. احنا لاول مره نلعب بهذه الطريقه، نحاول نادي للمدرب الشيء اللي يطلبه مننا. ان شاء الله نحاول نوصل للجاهزيه. عندنا عناصر جديده شابه، ان شاء الله نحاول يكون مزيج من اللاعبين الخبره ولاعبين الشباب. طموحنا كبير جدا، نتمنى ونطمح، وهذا حق مشروع لكل منتخب ولكل بلد، ان نمثل بلدنا خير تمثيل. نتمنى ان نحصل على البطوله، ليش لا؟ ليست ببعيد، ولكن الباب الأول نتمنى بناء منتخب قوي وتشريف والفوز. إذا ما حققنا فوز في خليجي 21 أعتقد أنا الحاجز اللي كان موجود بينتهي. إذا ما تساعدنا كلنا كجهاز فني ولاعبين وإداريين واتحاد ومسؤولين في وزارة الشباب والرياضة مع المنتخب سنحقق. لا يوجد أي معجزة في كرة القدم. نتمنى أن نحقق الفوز الأول في كأس الخليج. نطمح ان نقدم نتائج كويسة. مجموعة قوية جدا، بس ان شاء الله نقدم مستوى عالي ان شاء الله.